انا حابب ننزل من على المنصه، دقيقه او دقيقتين. احنا معانا هنا اهوت ايقونه لصناعه الدواجن في جمهوريه مصر العربيه. عبد الخالق النويهي هو الايقونه بتاعتنا كلنا، مربي عادي جدا زي اي مربي، بس ايقونه. عبد الخالق النويهي قدر يعمل تغيير في صناعه الدواجن في مصر، وانا اشهد بكده. عبد الخالق النويهي مربي زي اي مربي، زي اصغر مربي، بس عمل اختلاف رهيب. انا بشكر عبد الخالق النويهي، ومعاه كلمه بيرحب بالساده الموجودين. شكرا يا فندم. احنا طبعا بنشكر كل اللي شرفونا في شناوي بلدي، وعلى راسهم الدكتوره العظيمه الدكتوره منى محرز، وطبعا بنشكر الجميع كلهم بدون اسماء. طبعا بنشكر الصغيرين الاول وبعدين الكبار وراهم. احنا لينا هدف، وهدفنا كان صناعه الدواجن والارتقاء بيها. بنشكر الامن. انا كل اللي اقدر اقوله انك شرفتوني في بلدي، وده اللي اقدر اقوله. بس انا ما اقدرش اتكلم في الميكروفون كتير، ما بعرفش، لكن اقدر اتكلم على الفيسبوك كويس، اقدر اتكلم على النت كويس. انا بشكركم كويس. السلام عليكم. شكرا يا اجمل عبد الخالق النويهي في جمهوريه مصر العربيه. عبد الخالق النويهي احد اسباب ان احنا عملنا المؤتمر في شنواي، من احد اسباب عمايلنا المؤتمر في شنواي هو عبد الخالق النويهي. شكرا ليه على مجهوده اللي هو بيعمله من اجل الصناعه. تاني حاجه عملنا المؤتمر بسببها في شنواي، ان احنا حبينا الساده المسؤولين والدكتوره منى والساده الحضور كلهم يمشوا على السكك بتاعتنا. حبيناهم يمشوا على السكك المكسره، رغم ان وانا بقول للدكتوره منى كده قالت لي لا ده انا مشيت على سكك مكسره قبل كده كتير، بس احنا حبيناها تمشي تاني على السكك المكسره.